تعرفوا الاحتفال باليوم الوطني لعيد الشجرة اللي هو تحتفل به كافة بلديات تونس والطبيعة، وحبينا السنة في بلدية الصفاقس خصوصية الاحتفال هذايا والتركيز عليه. بدينا نخدم فيه منذ مدة، قلت خصوصية على جميع، على عديد الأصعدة. أول حاجة من حيث اختيار الموقع. حبينا نختاره الموقع الجميل جدا اللي هو يتوسط البناءات العمودية. الرسالة من الشيء هذا ومن اختيار الموقع هو أنه مهما التهيئة العمرانية بلغت من مستواها إلا أنه دائما لابد أن تكون المناطق الخضراء متواجدة. هيك علاش تشوفوا فيه في وسط البناءات العمودية. هذه الخصوصية الأولى من حيث اختيار الموقع. الخصوصية الثانية هو أنه من نوعية الغراسات السنة كان نشوفوا أدخلنا مكون جديد اللي هو مش غريب على جهتنا، اللي هي الزيتونة. وما أدراك ما الزيتونة. ركزنا على الشجرة هذه اللي هي ننتجوا فيها حتى في المنبت نتاعنا، وإن شاء الله مش نواصلوا فيها، باعتبار أنه بخلاف المنتوج نتاع والرمزية نتاع الشجرة هذه راها من الناحية الجمالية يمكن أن تكون شجرة تصفيف. لما لا ما نفكروش بالطريقة هذه ونحثوا تغيير جديد. وهي الخصوصية الثالثة اللي ركزوا عليها هو أنه الأشجار نتاعنا صحيح من المنبت وهذا مش نواصلوا فيه، لكن السنة زاد كيف السماد لأول مرة هو من منتوج محلي تابع لبلدية صفاقس، باعتبار أنه عندنا وحدة استسماد وأول منتوج وأول استعمال للسماد هذا كان في هالحديقة الجميلة جدا في المنطقة الخضراء. الرسالة منها هو أنه اللي كان يمثل لنا إشكال فكرنا كل يوم معناها كيفاش مش نقولوا حلول. احنا فكرنا كبلدية صفاقس في وحدة الاستسماد أن نثمنوه، والحمد لله منتوج التثمين هذايا تشوفوا فيه الباكورة نتاعو في شكل سماد